السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد بيصبح وبيمسي وبيحيي كل إخواته. يا مساء السعادة والروقان على كل متضايق وزهقان. يا رب تكونوا بخير وطيبين وبسعادة ومبسوطين وأشوفكم دايما فرحانين. وعلى كل غالي يا رب تكونوا مطمنين. قولوا يا رب أمين. صلى على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، شفاعنا يوم القيامة بإذن واحد أحد. أولا قبل أي كلام أنا بشكر كل الناس على التفاعل الجميل، إن كنتوا بتسعدوني وإن كنتوا بتساعدوني. بس يعني واحدة أزيد شوية كده، عايزين إيه نعلي الدنيا كده عشان في مفاجآت جاية إن شاء الله. وطبعا تاني حاجة عايز أقول لكم رمضان كريم، رمضان على أبواب، كل سنة وانتم طيبين. ذكر بقى وصلاة وصوم وعبادات بقى، ظبطوا الدنيا. طبعا انا طالع اتكلم ليه؟ طالع اتكلم عن شهر رمضان الكريم، كل سنه وانتم طيبين، جاي على الابواب. وطبعا جاي زي كل سنه مع المسلسلات. وطبعا هتكلم عن مسلسلات ايه. مسلسل حكيم باشا بتاع مصطفى شعبان الجديد اللي هيجي في رمضان 2025، وفي حاجة مميزة ومختلفة عن كل السنين اللي فاتت. كل سنة بيعمل دراما شعبية ويطلع ان هو البطل الشعبي اللي هو بيكون يعني سوبرمان، اللي هو جدع قوي، اللي هو بص ايه يعني السقة، بس ايه متشعبن شوية على ان هو سوبرمان على مارفل شوية. فانت وصلك يعني اللي هو لا يوصف، ما حدش بيقدر ينهيه، اللي هو حاجة ضد الطبيعة الإنسانية. بس يعني أنا عايز أتكلم إن مسلسل مصطفى شعبان هيبقى السنة دي مختلف في إيه بقى؟ ما هو هيبقى دور صعيدي وأول مرة يعمل أدوار صعيدية. مسلسل اسمه حكيم باشا. طبعا حكيم باشا ده في مين؟ في الفنان فتوح احمد، رياض الخولي، دينا فؤاد، مصطفى شعبان، الخ الخ الخ. وطبعا المسلسل شغالين فيه ومستأنفين. بس انا عايز اقول لك حاجة، خد اتنين يمثلوا معاك هيعلوا معاك. عشان الناس يعني بقت مخنوقة وحزينة يعني ومحتاجة ادوار كوميدية وكده، او جانب كوميدي، او الشق الكوميدي في العمل الفني ده. ما تخش يا عم. طبعا يعني الاثنين اللي بقول لك عليهم المواكيس دول هيبقى حزلقوم والليمبي. حبيب قلبي والله، موكوس بس اظهر على التلفزيون والله، نفسي نوسع ترجع لي تاني وتنبسط يعني في العمل الفني، وخصوصا ان رمضان شهر الرحمة ومغفرة وعتق من نيران يا رب يعني. حاجة جميلة يعني. لا اله الا الله يا عم معكوس ايه يا عم، عيب عليك يابا. انا كنت راجل موجود في افريقيا مظبط الدنيا. انا بيزنس مان، مش عارف اقول مش عارف اقولها. يا ابن ادم يا ابن، اتعلم الكلام من الاول بعد كده اتكلم يا عم. يا عم لمبي يا عم، ما تشوف نوصل اللي سايباك دي. على الاقل انا بقيت اشوف دنيتي وبظبط الدنيا، مش بعد ما جيرمين سابتني قعدت ابكي على اطلال. يا ده اسكت يعني، ربنا عزل منك. عيب يا ولاد، عيب. احنا قدام الأجانب ما تفضحوناش. شكرا يا عم فيتو. حبيبنا يا ريس، والله انتوا كلكم حبايبنا يعني. قلنا نهزر شوية بجانب الترند ده. يعني نوع من البهجة والفرحة والهزار الخفيف كده. وطبعا ربنا يحقق كل أمانينا يا رب. وربنا ينصر اخواتنا العزاز، هم اي نعم في حدنا. بس يعني اللي ما يتسموش دول ما لهمش امان يعني. آه، ناقدين العهود يعني. وادينا هنشوف يعني الايام اللي جايه. ما خليك بس انت ايه مستمر انك انت ما تشتريش حاجه من اللي بتدعم اللي ما يتسموش الحراميه. وتنساش انك انت تحكي قصصهم وحكاياتهم، وانك انت تقاطع، وانك انت تدعمهم، وانك انت تخليهم في عقلك وفي بالك. وخلي ضميرك هو اهم شيء. عشان ما تستسلمش يعني، ما تقولش عندي مستيكة ده كيس شيبسي وده مش عارف ايه. بس. ومن هنا وصلت لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك على الجرس، لايك، ورقم تعليق، شير.
اشوفكم في الفيديو اللي جاي، اشوفكم في الفيديو اللي جاي، يعني الدنيا جميلة يعني. وسلام يا ابو الصحاب، وان شاء الله الدنيا هتبقى جميلة وعناب. سلام.